السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالتي للشباب اليمنيين الذي يطلعوا فيديوهات وينشروا فيديوهات وهم يسبوا بنات يمنيات. الواحد يخرج الأسواق، يخرج الحدائق، يخرج الشوارع ويراقب بنات الناس ويراقب جارته ويراقب أخت صاحبه ويروح يندع فيديو سب بأنهم قحاب وأنهم طراطير وأنهم شراميط وأنهم وكلام فاضي وكلام ما ينفعش. ايش دخل عار امك يا طرطور تطلع فيديو وتسب بنات الناس؟ شرموطة بلغ اهلها يضبطوها، ما نفعش اهلها ما ضبطوها. بلغ عاقل الحارة، ما نفعش عاقل الحارة بلغ الدولة تضبط الكل، تضبط ابوها وتضبط البنت وتضبط عاقل الحارة، تضبط الكل. عيب عليك يا رجال، استعي على شرفك. ايش من دياذ الذي فيك؟ ايش الحقارة الذي تمتلكها عندما تسب بنت يمنية، بنت بلادك، دمك ودمها واحد يمني؟ هذه تعتبر عارك، تعتبر عرضك، تعتبر شرفك. كلنا نعرف نسب سب محرم دوليا، لكن نعرف نسب من ما نسبش بنات الناس، نسب الشخص الذي يستاهل مثلك. هيا ايش اللي استفدته؟ قل لي ايش الذي استفدت عندما طلعت فيديو سبيت بنت بلادك وسمعتها بالعالم؟ ايش اللي استفدت؟ علشان تحصل اعجاب، علشان تحصل تعاليق. يجي واحد يعلق لك والله انك رجال، والله انك كفو، والله انك فاهم. شوف انا ايش اقول لك، الشخص الذي سيفعل لك اعجاب على فيديوهاتك القذرة او يكتب لك تعاليق بانك رجال وانك كفو لا تصدقلوش، فهذا قذر مثلك، فهذا راضي. ولا تصدقش انك رجال وانك كفو، لا تصدقش هذا الكلام. انت رجال اثبت رجالتك، كفو رجال اثبت رجالتك ورحنا. اثبت رجالتك وروح لا عند واحدة من البنات الذي تسبون بالفيديوهات، تسبها بوجهها نفس السب اللي تسبها بالفيديو. يا قوي يا بطل يا سمخ، اقسم برب الكعبة لا يمسكك الطارق ويمطك مط لما يغير ملامح وجهك، يغير ملامح وجهك تمام. والله لو تسافر بعد الصين تتعالج ما يرجع وجهك مثل ما كان. عيب، احترم نفسك، احترم نفسك وقع رجال. ولا شو نعلمك الاحترام وشو نوريك السب؟ في سب عادك ما سمعته، سب غريب، سب جديد عاد طلع عاد ما انتشر في السوق، سب محرم دوليا. انا لو اسبك هذا السب مضمون اكمل اسبك هذا السب يمسكك ألم في بطنك، يمسكك ألم من قوة السب. تروح العيادة تفعل فحص يقولوا لك مبروك، يخرج الدكتور يقول لك مبروك مبروك، حامل ب8 وفي الشهر الثامن باقي لك شهر تولد. صح ان في بنات يعني متبرجات، واحنا ننتقد البنات هذيلا، ننتقدهم مثل اصحاب البوالط الملونه اصفار واحمر، هذا كروب ماش بالطو مثل هذا اللي في الصوره، شاهدوا مثل هذا. والبنات الذي تفصل بالطو باغت مزرور، هذا كله ضاغط مزرور، وهذا مفتوح، هذا تخليه مفتوح وهذا مزرور، صدرها وبطنها وخصرها هذا كله ضاغط. تفعل العكس، بدل ما تخليه هنا ضاغط وهنا مفتوح تغطي على نفسها، تفعل العكس. لا رفعت يدها كذا بعد اي شيء ينزل الكم، ينزل لا هنا، يدها كلها تشتاف وصغنها وكله ذا يشتاف. هذا لا ننتقدهم. واصحاب الكعب ابو دورين مثل هذه اللي في الصوره، شاهدوا، تكون تمشي كأنها تدق برع بالكعب حقها تلفت النظر. هذا لا ننتقدهم انتقاد، نحش عليهم وننتقد عليهم ونوصل رسائل لأهاليهم بدون سب بدون أي كلام فاضي، انتقاد طبيعي ورسائل لأهاليهم وخلاص.
لكن نحن نسب بنات الناس ما يصلحش، ما يصبرش إن نحن نسب بنات الناس، حتى لو هي شرموطة، حتى لو يبلغ أهلها يا أخي يضبطوها يعدلوها، ما لناش حق نسب بنات الناس. وفي كلام الشيء أوضحه، أنا لاحظت هذا الشيء بعيني، بعض شباب يراقبوا بنات جيرانهم وخوات أصحابهم يتكلموا عليهم كلام يعني ما ينفعش الكلام هذا. والمشكلة إنه ديوث، المشكلة الكبيرة بإنه ديوث. علي الحرام إن عاره أوسخ وألعن وأنجس من البنات الذي يراقبوهم يتكلم عليهم. والمشكلة الكبيرة، المشكلة العظمى بأنه عارف وداري بأن عاره شرامير. أنا شو أقول لك يا فتال، يا ديوث، يا شرموط، راقب عارك، راقب عارك وانتبه لعارك. شوف عارك مع من يروح، مع من يخرج، مع من يجلس، مع من يتكلم، مع من يدخل ومع من يخرج. وحافظ على عارك وانتبه على عارك بس، مالك من عار الناس. سيب عار الناس في حالهم، سيب بنات الناس في حالهم، خلي البنات الناس حالهم، واحفظ عارك وانتبه لعارك. هذا إذا كنت رجال. استغفر الله العظيم بس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.